الانجليزيه واللغه الالمانيه، الاغلبيه بيكون باللغه الروسيه. وعندنا حتى الاستاذ عبد العليم هنا روسي جنسيه بس بيتكلم عربي كويس، فهو مخصص نفسه للدعوه باللغه الروسيه. روسي، هو روسي. كلمنا الدنيا الاستاذ عبد العليم متحد الجرايد الصورة الدولي اللي تحت وعليها ظل مفرعة. لا أعرف هذا كل عارف نفسك. نعم، أنا أخوك الفداء عبد الوليم من روسيا، ونقوم بكتب دعوي نوزع كتب مجانا. لو في حد تعرف أجنبيين ولو حد روسي بتترجم له حضرتك لو مش عارف حاجة. نعم، لو حد من روسيا مش عارف حاجة بتترجمها له حضرتك. نعم برضه يعني لو في ناس يجي احنا بنحاول حضرتك ان احنا ندعوهم عن طريق الكتب دي للاسلام، ان هم يقروا ويتعرفوا عن حاجه عن الاسلام. فدي كلها كتب دعوه فقط لغير، مش كتب احزاب يعني، ولا لا، دي كتب دعوه فقط لغير. فاحنا بنستغل مدينه الغردقه ان بيها يعني كميه ايانب كثيره على اساس ان احنا نعمل حاجه للدعوه. فدي مجموعه كتب بنوزعها طبعا من غير اجر، حاجه مجانا لجميع الجنسيات اللي تيجي الغردقه. اول مره تحصل دي ولا بتعملوها قبل كده؟ لا، احنا لينا مده كبيره في الموضوع ده. لينا مده كبيره الحمد لله. يعني في مجموعه كبيره، حتى احنا عندنا في الغردقه هنا في جمعيه اسسناها نسائيه فقط، اسمها وومن اند اسلام ان هورجادا. دي حاليا فيها اكثر من 300 اخت مسلمه من دول مختلفه، من المانيا، من روسيا، من انجلترا، من فرنسا، موجودين هنا في الغردقه. وده بفضل الكتب دي. هو بيمشي من المدرسة في المدينة. جمعيه فيها اكثر من 600 اخت. وسامة جمعية سماحة الإسلام معاكم؟ جماعة الإسلام طبعا مساهمة معانا في الجمعية. الجمعية أساسا جمعية في اسكندرية اللي هي بتطبع الكتب دي بتجيبها لنا على نفقتها الخاصة. وجمعية الإسلام يعني جزء منها برضه جزء من بلد الأحوال هناك وهتجيبوها لجمعية الإسلام. فأنا عن طريق جمعية الإسلام نظر علينا تقول هو إن شاء الله لا قوة إلا بالله. كان يقول إيه ده؟ طب ما أنا قاعد بدل ما هاجر وأروح المدينة وأطعم له 50 كيلو في الحر ده، أي حد رايح المدينة